وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان. وهو العفو فعفو وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان. وهو الصبور على أذى أعدائه شتموه بل نسبوه للبهتان. قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان. هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. فصل. وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان. وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عان. وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوعان. إدراك أسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقع الإحسان. فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان. فصل. وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أمان. وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان. وهو المجيب يقول من يدعو أجبه أنا المجيب لكل من ناداني. وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان. وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان. وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران. وهو المغيث لكل مخلوقاته وكذا يجيب إغاثة اللهفان. فصل. وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان. وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني. هذا هو الإحسان حقا لا معاوضة ولا لتوقع الشكران، لكن يحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج منه للشكران. وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حسبان. ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان. كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. فصل.
وهو الغفور فلو أتي بقرابها من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران من أقرابها سبحانه وواسع الغفران. وكذلك التواب من أوصافه والتوب في أوصافه نوعان إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان. وهو الحسيب كفاية وحماية والحسب كافي العبد كل أوان. وهو الرشيد فقوله وفعاله رشد وربك مرشد الحيران. وكلاهما حق فهذا وصف والفعل للإرشاد ذاك الثاني. والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم بالميزان. فعلى الصراط المستقيم إلهنا قولا وفعلا ذاك في القرآن. فصل. هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن. هذا ومن أوصافه القيوم والقيوم في أوصافه أمران. إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به هما الأمران. فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني. والوصف بالقيوم ذو شأن كذا موصوفه أيضا عظيم الشان. والحي يتلوه فأوصاف الكمال هما لأفق سمائها قطبان. فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيان. هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والميزان. وهو المعز لأهل طاعته وذا عز حقيقي بلا بطلان. وهو المذل لمن يشاء بذلة الدارين ذل شقى وذل هوان.